هاي جايز، انا سمر وانت على قناه سمر تايم. فيديو النهارده مختلف عن كل مره، وده لانه كولابوريشن مع قناه دنياتي. وقناه دنياتي عباره عن نتورك كبيره قوي على اليوتيوب، بتضم تشانلز لبنات كتيره قوي. في تشانلز عن الطبخ، عن الميك اب، عن الشعر، عن الموضه، عن الرياضه. فانا هسيب لكم اللينك لقناه دنياتي في الديسكربشن بوكس عشان تخشوا وتشوفوا حاجات تانية كتيره. فالكولابوريشن عباره عن فيديو تحدي بين البنات اللي هم على النتورك ديت، والتحدي عباره عن رسم حنه في دقيقتين. انا قررت اشترك واتحدى البنات دولت، فهسيب لكم برضو اللينكس للقنوات اللي هتشارك في التحدي دوت في الديسكربشن بوكس عشان تخشوا تشوفوا هم عملوا ايه في التحدي. ويلا نشوف انا هقدر اعمل رسم حنه في دقيقتين ولا لا. هنا جهزت كل حاجه عشان اوفر في الوقت شويه. فعندي هنا اهوت الحنه بتاعتي، انا خلاص عجنتها دوبتها بشويه ميه وحطيتها في القرطاس اللي انتوا شايفين ده عشان يساعدني ان انا ارسم الحنه بتاعتي. وعندي هنا تليفون هجهزه طبعا عشان تشوفوا التوقيت معايا. وهنا اهوت دي الاسطمبه اللي انا هستعملها عشان ارسم الحنه، ودي فكره حلوه قوي سهله جدا للناس اللي ما بيعرفوش يرسموا او عايزين يرسموا حنه بطريقه سريعه، او الناس اللي عايزين يكسبوا تحدي زي حالاتي. فالفكره هي عباره عن زي استيكرات كده اهوت، بتيجي رسمه زي كده، وبتبقى الرسمه اللي احنا عايزينها متفرغه زي ما انتم شايفين. فدوت اللي بيخلي الحنه تدخل ما بين يعني مثلا لما اجيب ستيكر زي ده وبلزقه على ايدي كده اهوت، وبعدين بحط الحنه في الفراغات ديت، وبعد كده لما بتنشف بشيله وبتبقى الحنه مرسومه عندي جاهزه جدا. فلقيت الفكره دي حلوه جدا، هتساعدني ان انا ارسم الحنه بتاعتي بسرعه. فاللي انا عملته هنا، انا هاخد الجزء، مش هرسم الجزء ده كله لان طبعا هياخد مني وقت كتير، بس انا قصيت الجزء ده، انا عجبتني الرسمه ديت، فانا هاخد الجزء ده بس. هو ده اللي انا هستعمله في التحدي. اوكي، هنبدا التوقيت الاول. اوكي، انا هعمل هنا اهو ستارت، واخد هنا اهو الاسطمبه بتاعتي. انا هحط الحنه بتاعتي هنا، وهحاول الزقها كويس عشان الحنه ما تدخلش من تحت الفراغات دي وتبوظ لي الرسمه. وابدا على طول ان هو كده الحنه احط املى الفراغات دي. المفروض ارسمها بطريقه ادق من كده، بس لان فاضل عندي 50 ثانيه فما اعتقدش الدقه هتنفعني قوي دلوقتي. فانا بس هحاول اوريلكم بشكل سريع كده الفكره. اوكي، فاضل 40 ثانيه. بس كده، بحاول اغطي كل الاماكن اللي انا شايفاها ديت. 25 ثانية. اوكي، يعني نوعا ما كده خلاص تقريبا التوقيت خلص. المهم ان انا بفضل اسيبها كده لحد ما بتنشف، بس انا هحاول اشيلها بالراحة كده عشان اوريلكم الفكرة. يعني بعد ما تنشف، لان انا مش هسيبها تنشف بصراحة، انا مش عايزة ارسم حنة، مش هينفع علشان الشغل. بس انا ممكن اوريلكم كده اهوت الفكره، ان انا بعد ما بتنشف وبشيل اللي هي الفورمه ديت اللي انا حطاها، ده المفروض يبقى شكل الحنه بتاعتي. هي طبعا مش مظبوطه قوي لان انا المفروض كنت اركز اكتر من كده وانا بحطها. مش عارفه باينه ولا مش باينه، باينه ولا مش باينه. اوكي، فالمفروض هو ده شكل الحنة. طبعا شكلها بشع، بس زي ما قلت لكم المفروض انا باخد وقتي طبعا، ان انا وانا بملى الفراغات المفروض بدخل الحنة جوه الفراغات، بس ما احاولش اطلع بره
علشان ما يبوظليش الرسم زي كده. بس انا شايفاها فكره حلوه جدا لو احنا اخدنا وقتنا. طبعا مش مستحيل ان احنا نرسم حنه يعني مظبوطه شكلها حلو قوي في دقيقتين، بس it's for fun. التحدي ده for fun. فاتمنى تكون الفكره عجبتكم، اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه، واتمنى ان انتوا تجربوها وتوروني الاشكال بتاعه الحنه اللي انتوا عملتوها، واشوفكم الفيديو اللي جاي.